تهم ثقيله كتنتظر العصابه ديال البدويه، تهم خطيره وخطيره جدا، من بينهم تكوين عصابه اجراميه، من بينهم الهجوم على مسكن الغير، من بينهم الضرب والجرح يعني بواحد الشكل غير مقبول، ومن بينهم السرقه الموصوفه المقرونه بالعنف وعده تهم اخرى. ايها الاخوه والاخوات، واش هادو ناس ولا عصابه اجراميه؟ واش هادو عائله؟ واش هادو دم واحد؟ وهادو اهل وحدين؟ وفي المقابل ملي كيتقال انه الضرب في الاعراض والسب والقات مجرد كلام عادي، حتى هذا الشيء غير مقبول. هما كان عليهم يمشوا للقضاء وياخذوا حقهم بالقضاء، ما كيعطيهم الشرعيه انهم يمشوا يضربوا ويحاولوا محاوله قتل. راه هذوك الناس كانوا غادي يموتوا. راه تخيلوا معايا 6 الناس، 3 جدعات و3 جدوعه وصحاح، وهازين معهم الصراوط وهازين معهم العصي، والصحافه شافت بعينيها وقالت لنا وصلت لنا الرساله ان هادشي فعلا كاين الزراوط وكاين العصي وكاين طيب سطوحه باش هودوا منهم، وكاين دخول من الباب، وكاين الجران، وكاين حتى سليت السراول. غتتابعوا معنا هذا الفيديو، غنشرحوا فيه كل شيء بالتفاصيل وغنعطوا راينا بكل امانه ومحبه، لان ما يمكنش اننا نتغاضى على هذا الامر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، متابعي الاوفياء على قناتكم قناه القرعاني حكايات. اليوم جيت غنتكلم بموضوعي على القصه من البدايه للنهايه. اليوم جينا غنتكلموا على هذه الجريمه النكراء اللي وقعات حاليا، واللي كانت البدايه ديالها من شهور، لانه قال لك فلان راه جا السوق وطاح، قال لي راه من الخيمه خرج ميل. نكونوا واقعيين ونكونوا حقانيين مع هذا الطرف ومع هذا الطرف. انا ما ضدتش احد وما مع حتى شي واحد، ولكن الحقيقه نقولها في راسي هو الاول عند الاخرين. كلنا شفنا هذا الهجوم البشع ديال هذه العصابه الاجراميه. نعم، عصابه اجراميه اللي كتهجموا على الدار ديال الجده ديالكم وما كيتحلش ليكم الباب، وكتضربوا الدفف وكتضربوا هنا وكتضربوا الهيه، وفي نهايه المطاف تمشوا تثقبوا السقف، تثقبوا السقف باش تهودوا بحال باراشيت. واش نتوما عصابه اجراميه ولا كوموندو اجرامي ولا شبيت تكونوا؟ هاجمين على 3 العيالات، 6 الناس، 3 العيالات، غنقولوا تعادل، رغم انه كاين فرق في الصروعات سيدي القاضي، كاين فرق في الصروعات. راه جدعات، راه ماشي هما عيالات كبار، ماشي هي الجده، ماشي هي الخاله، وحتى بنت الخاله راه معلوله مسكينه ومريضه. كنشوف انهم تهجموا ودخلوا، وبنت بنت يا حسره كتقول الراجلها حيد الجده السروال ودير ليها وفعل ليها وترك ليها، والعهد على امي زهره وعلى الناس اللي سمعوا وشافوا. كيفاش غنحيد ليها السرواله؟ راه محاوله اغتصاب هذه عباد الله، راه محاوله اغتصاب والتهديد، وكتقول لها سير دير سير دير سير دير. كنحشموا كنستحياو باش نناقشوا هذا الموضوع وباش نتكلموا فيه، ولكن ضروري ما يمكنش ان نسكتوا على هذه الحتاله اللي خرجت لنا من الجنب. ولكن الخطا ديالكم نتوما ايها المتابعين. هذه مسكينه بدويه، هذا مسكينه دارت، هذه مسكينه وقع عليها، هذه مسكينه كتقطط في اللايكات وطوادي، حتى كاين الناس كيخنزوا فلوس وما يعرفوش ما يديروا بها. راه قال لك يعني الله يحفظك من المشتاق الى ضاق. هاد الناس ما بقاو حيرين لا في مخزن ولا في دوله ولا في والو. وفي المقابل استعتمال ملي كتقول ان الضرب في الاعراض والقذف والسب كلام عادي. لا، ماشي كلام عادي، والنتيجه ديالو فين وصلات؟ رغم اننا لا نبرر هذا الهجوم، كان على مريم والعائله ديالها والبدويه وعائلتها يتجهوا للقضاء المغربي الشامخ ويمشوا يدعوا. هذيك الكلمه اللي كتقول يا مريم لا حقا ما ذكر سميتي، هذيك هضره خاويه. العالم كله عارف انهم كيعنوكم انتوما، وفي الاخره يقول لك لا راه ماشي انتوما، راه شي واحد اخر. ما يمكنش.
راه حتى الايحاءات كياخذ بهم عين القضاء بعين الاعتبار، لانه كيقول لك والملقب بكذا والملقب بكذا. كان عليك تمشوا للقضاء المغربي، نتوما ملي كتقولوا انكم ما كنتوش كتضربوا رغم انكم كنتوا كتعطين قناه لشي واحد وكيسبهم وانتم كتبارطاجيو، غنقولوا في اطار الرد، لان حتى فاتحه والعائله ديالها ما كانوش كيخلوا لكم. فلانه مشات عند راجلها بلا سروال، فلانه مشات عند راجلها حامله، فلانه مشات دازت نعست فوق التبن ونحس فرشه الحصيره، وكيعطونا الاوصاف ديال الجرائم الاخلاقيه من وجهه النظر ديالهم هما، ونحن لا نؤيد ذلك. ولو يكون كاع داكشي بالفعل حنا ما بغيناش يخرج وما بغيناش يتكلم، وهذا الشيء علاش تواصلت معاهم وبغينا نحدوا الباس، ولكن كانوا مصروعين على واحد اللايف للاسف. وهذاك اللايف زاد قسم ظهر البعير، هذاك المباشر زاد قسم ظهر البعير. انتم خلونا نهضروا ونناقشوا الموضوع ونخرجوا بهذاك اللايف ولا نخرجوا بفيديو، لان اللايف فيه الشياطين كتحضر، وفعلا وقعوا وحصلوا شياطين وبداو مسابين مع بطاطا بديعه اللي خلاو الامر زاد تفاقم وتفاقم اكثر واكثر. دابا النتيجه اشنا هي؟ دابا دخلت والله نتوما خوت، دخلنا عليكم بالله نتوما خواتات. جهه مشات مع فاتحه وجهه مشات مع البدويه، وكل واحد ويلغي بلغاه، وكل واحد منتصر ومنتاشي بهذا الامر. مريم قالت لك اسيدي انا مت على شرفي ماشي مشكل، الا تحبست على الشرف ديالي ومشيت للحبس على الشرف ديالي ماشي مشكل، ولكن المشكل دوك الوليدات اللي ما تخلوهم، لان الاعتقال راه كاين لا محاله، لان هاد الجرائم والشهود شكون؟ الاصول. واش عارفين ان الاصول ملي كيشهدوا في ولادهم وفي ولاد ولادهم راه ما كتبقاش شي حاجه للنقاش، لان الام ما يمكنش تصيفط بنتها ولا ولدها للحبس غير هكاك. وفعلا امي زهره قالت ان البدويه ما كانتش حاضره، او على الاقل ما كانتش حاضره في ساحه المعركه، كانت ربما في واقفه في طوموبيل، ما واقفاش طوموبيل الله اعلم. حنا راه ما كنصدقوا حتى شي واحد وما كنكذبوا حتى شي واحد، ولكن الحقيقه راه واضحه وضوح الشمس. راه اللي كان مشارك واللي مساهم في هذه الجريمه راه كان مشارك، وممكن ما يكونش حاضر ويشارك اكثر من دوك اللي حاضرين بدفعهم، وبانه يقول لهم سيروا وفعلوا تركوا هذا اوديتكم في جيبي مثلا. انا ما كنقولش وما كنقصدش هذا الشيء، كنشوفوا ان نادينا الله يهديكم سكتوا، الله يهديكم التحيه، والله يهديكم عافاكم، الله يهديكم عافاكم. وحتى الشعب المغربي دابا راه ضحيه معاكم، حتى الشعب المغربي دابا كنشوفوا انه كيتهان، راه حنا ولينا كنتهانوا في الملتقيات، راه الاجانب راه ولاو كيعيرونا بكم، راه الخاوه ما بقاتش. واش دابا خت درت قاعد ختها وخت باغا تصيفط ختها وبناتها للحبس، وراه هذا الشيء راه ما يمكنش يتخيلوا البال ولا يتصوروا العقل، راه عيب وعار، راه حشومه، راه حشومه، راه حشومه. انا تواصلت مع السي عثمان واحد يومين هذه ما كنتش عارف هذه الجرائم كامله واقعه، وقلت له واش كاين شي من قادو تعرفيه؟ قال لي وانا مرتي مضروبه وانت كذا وانت كتقول لي. انا والله ما عارف انا هذه الجرائم كامله سي عثمان، راني ما عارفش الجرائم كامله واقعه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. شنو دابا غنديروا؟ فين بغيتوا نوصلوا؟ والمشكله بنت كتقول على اختها على الله هاد البنت ما تخرج الا إن لله وانا اليه راجعون. بغيتي اختك تموت باش تصيفطي خالتك وبناتها للحبس، بغيتي اختك تموت باش تصيفطي خالتها وبنتها للحبس. هادشي راه ما كيتصوروش العقل، هادشي راه اكثر من انه يتقال عليه انه راه جريمه وانه راه كذا، راه فوق الجرائم. هذا كنشوف خت دابا كتشوف ختها مريضه وكتشوف هذا الله يشافيها والله يعافيها،
وبنادم الله يكون في العوان، الله يكون في العوان. كنشوفوا ان فاتحه راه ممدوده في الفراش، وكنشوفوا ان البنت حتى هي مسكينه ممدوده ناعسه غير على كرشه لان عندها مشاكل في الظهر ديالها، والفتحه يمكن تحلات ليها، وكاين عده امور. ولكن كل واحد كيجتهد من الجانب ديالو باش يدمر العائله الاخرى. كل واحد دابا مثلا اللي ضاربين كيقول لك حنا كنا كندافعوا على الشرف ديالنا وسرهم وحنا ما عطيناهم وحنا كذا وحنا كذا، ولا مشينا للحبس حنا غنمشيو على شرفنا. الطرف الثاني كيبغي يوصل او لا يعني قد ما قدر يوصل ان هاد الناس يمشوا للاعدام، ما يمشوش غير للسجن. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. جرائم بشعة قامت ولكن البداية ديالها ماشي غير من الضرب، البداية ديالها من الضرب في الأعراض، البداية ديالها من السب والقذف، البداية ديالها من اللي نشد تقول أنا ولد أختي ولا بنت أختي دارت هكا مشات هكا مشات حاملة، هذاك الولد ماشي ولده، هذاك البنت ماشي بنتها، هذا هكا. كل واحد اش كيقول وكل واحد كيلغي بالغاه، ها المتقوبات ها اللي ما متقوباتش ها. إذن شنو باغيين توصلوا ليه؟ راه النتيجة اللي بغيتوا توصلوا راه هي دي، ومازال نزل الله في قدر واللطف. راه هذوك الناس داك العصا اللي كتقولوا داكشي اللي كضربوا راه كان خصهم يكونوا يعني تحت التراب، ولكن نزل الله سبحانه وتعالى قدر واللطف باش ثلاثه يكونوا هازين زراوط وكيضربوا الناس باقي حيين. راه معجزه من السماء الا كان كلامكم صحيح، راه معجزه من السماء الا كان كلامكم صحيح، لانه هادشي فات الحد ديالو وفات الحدود ديالو وفات المقبول ديالو. كنقولوا رغم انه فات الوقت وفات الاوان، الله ينزل بزولة الرحمه، الله ينزل بزولة الرحمه، الله ينزل بزولة الرحمه، والله يدير تاويل الخير لا الناس اللي مراد ولا الناس اللي غادي يمشوا للحبس، حيت ما يمكنش هاد الناس غادي تكون عندهم شواهد طبيه اقل من 21 يوم، ما يمكنش الا كان هادشي اللي كيتقال انه غير صحيح. اما الا كان هادشي صحيح اللي كيتقال راه هاد الناس غياخذوا شواهد طبيه فوق 21 يوم، زائد الشهاده ديال الاصول راه كتعادل شهادات هما، لانه ما يمكنش انه غيكذبوا الجده. بغيت غير نعرف انا مريم ولا الاخرى ولا الاخرى ولا الاخر ولا الاخر ولا الاخر، شنو قال لكم روسكم سيروا هجموا على هاد الدار، سيروا هجموا على جداكم، ما تحلش لكم الباب وقولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما تحلش الباب ما كتبش ندقوهم وسيروا بحالكم، ماشي تطلعوا للسطوحه وتحيدوا الزلق وتفرقعوا وتهبطوا. والبنت الكبيره مولات العقل اللي كتقول لراجلها انا بغيت تحيد لها السروال، اش من سروال غادي يحيد ليها اخت خلقت ربي؟ راه اغتصاب، راه محاوله اغتصاب هذه، والتحريض على الاغتصاب هذا راه منكر. واللي كتقول ان الراجل ما كانش، راجل كان في الخيمه الفلانيه والراجل كان في الخيمه الفلانيه والراجل كان في الخيمه الفلانيه، ها هما عندهم فيديوهات كيصوروا كيوثقوا هذا الشيء، والصحافه قالت لك بالفعل شفنا 3 رجال هازين زراوط، وهذا شكون اللي صوروا؟ راه منكم فيكم، راه منكم فيكم. السيد راه ما كانش اللي غادي يصور، راه اللي كانوا كياكلوا عصا كانوا كياكلوا عصا، واللي كيصور راه منكم فيكم. صافي تصيفطوا لهم، هما كيقولوا انهم صيفطوا لنا الفيديوهات. يلا اعداءكم من جنابكم، الاخوه الاعداء انتم فتوا الاخوه الاعداء ليه وتجاوزتوها بمراحل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. الله ينزل في قدر اللطف. فلاله فاتحه والابنه ديالها الله يشافيها. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يسقم ولا يترك الما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يسقم ولا يترك الما. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا سقما ولا يترك ألما. الناس هاد العصابة الله يرد بهم، هاد العصابة الله يرد بها، هاد العصابة الله يرد بها. والخوت تسناو غنديروا لقاء مباشر إن شاء الله تعالى في كل وقت وفي كل حين يبان أي جديد. اللي باقي ما اشتركش في هذه القناه يدير اشتراك، واللي باقي ما فعلش الجرس يفعل الجرس، واللي لايك ديالكم، واعطوني رايكم في التعاليق، لان رايكم كيهمني ورايكم كنبغي نستشف منه شنو الاراء. البدويه طغات وتجبرات وحتى فتيحه ما ساهلاش، حقيقه نقولها ولو يكون في راسي انا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.